وإذا أردت أني أضرب مثلا على هذا التهاون والتساهل، إن أبواب المسجد عدة، كل مسجد أبوابه عدة ما تقل عن 3 وتزيد، ومع ذلك يدخل الإنسان مع أي باب وليس في باله التفكير أين سيصلي. فإن الذي على علم وهدى ويريد من ربه جل وعلا الكرم وزيادة الهدى، أول ما يفكر أن يكون وراء الإمام، فإن فاته صار عن يمين الإمام في الصلاة وهو في الصلاة حتى يطول اليمين، فإن لم يمكن صار عن شمال الإمام وهو في الصلاة حتى يطول الشمال، فإن فاته صار في أيمن الصف، فإن فاته صار في أيسر الصف الأول، فإن فاته صار من وراء الإمام في الصف الثاني بنفس الطريقة لو كان 100 صف. لكن كم من واحد يدخل وهو مرخر رأسه أو مشغول أو معه الجوال ولا يفكر أين سيصلي، بل ربما اختار أقرب نقطة في المسجد للباب حتى يخرج، يصير مع السرعان، يصير شايب وكبير، ربما أن الكبير أكثر من ظلم نفسه فيما تقدم من عمره، ومع ذلك عقليته رغبته في الخير رغبة الشباب السفهاء، يصير أقرب شيء للباب حتى يذهب لمصالحه أو شهواته. هذه غفلة مستحكمة وخطيرة جدا.